الاصدقاء اللي كيبغيو سعيده برنوس وكيعبروا على داك الشيء دائما في التيك توك غادي يتلاقاوني وغادي ناكل ونشرب ونتسارى ولكن اسعد الشرعي لانه ما فهمش هذه القضيه هذه وجاتو عجوبه استغلها بداك اللايفات وكيوثق لهذه المسائل هذه. اذا المغاربه هذه القضيه هذه ما عندهاش علاقه مع شراء الذمام ولا شراء ذمه. المغاربه يمارسون واحد الطبيعه عطاها لهم سيدي ربي هكاك دايره ديال انه شي واحد من شي بلاد انا قبل ما نتعرف وقبل ما نتشهر كنكون في الرباط ولا في كازا كنشرب قهوه كنتلاقى مع واحد كيقول لي عطيني بريكه نشعل كنعطيه بريكه ولا كيعطيني بريكه كنصدقوا متهاضرين كيقول لي والو تمشي تتغدى معايا في الدار. هذه القضيه يمكن نتوما ما عندكمش في الجزائر ما كتعرفوهاش ولكن حنا في المغرب هذه القضيه عندنا عاديه جدا. انا شحال من مره بلاد مغرب براني عرض عليا نمشي معاه للدار نتغدى او نتعشى معاه في الدار. وقعت لي في فاس في مكناس وقعت الجنوب الشرقي داك الشيء ما تقدرش تخيلو. الجنوب الشرقي دوزت تما سنتين ما تقدرش تخيل داك الناس كي دايرين. كنتكلم على ناس ديال الرشيدياتين غير ورزازات لان هادو كنتكلم عليهم وانا عايشتهم. اذا المغرب هكا داير ما عندوش علاقه مع شراء ذمه ولا ما عندهم اخويا سعيد حتى هما عندهم. بلاتي يا سيدي انت غتكلف ليا بليستوريك انت غتكلف ليا بليستوريك نتاع اسعد الشرعي صافي. لكن حيت انا ما ضبطوش غير هذه القضيه سعيد والله حتى كاينه عندهم. غير هاد الناس اللي معنا في التيك توك ما بقيناش عرفنا واش نيت جزائريين ولا غير كيتكلموا بالجزائريه. حيت السي سعيد الكاملي لما زار الجزائر باسوا له يده وباسوا له راسه وباسوا له كتافه ورحبوا به وحلوا له القاعات والماكله والشراب وداروا له الامحضار. احنا نقولوا امحضار يعني جلسوا وهو اعطاهم الدروس ما شاء الله. غير الناس ديال التيك توك اللي مساكن لا يعرفون ثقافه الجزائري. اسمح لي على هذا التدخل. تفضل. المهم اسمح لي دقيقه برنوس باش ما نشدش ياسر. نعم ياسين. نعم ياسر اللي نعيطوا له ياسر هذا كولايور. هذا الاسم اللي راك ذكرته دوكا الاسم هذا اللي راك ذكرته دوكا صدقني انا واحد من الناس ما نعرفوش. وحنايا ما جبناش اسعد الشرعي للتذكير. انت الياس ياسر كنت نطلع معك عند رضوان فروحي. انت من الناس راكم متهمين في المغرب بجلب هذا اسعد الشرعي المرتزق. انت كنت من اكبر المدافعين عليه. انت ديجا انا نشهد له باللي انت خريج المدرسه التركيه اسعد الشرعي. علاش كتقول كنتي؟ انا باقي كندافع على اسعد الشرعي وغادي معاه للمغرب في اخر الشهر. انت فين عندك المشكل؟ انا راه ماشي هو الله يسلطوا عليك. الله يسلطوا عليك. واش تي الله يسلطوا عليك. يا اسعد الشرعي راه صديقي وعزيزي مهجته قلبي وفؤاد. اوي انت ما فراسك شو؟ انا راه باقي ما غيرتش الراي ديالي. غلطتي في العنوان. كما يقولوا على الموت انا على اسعد الشرعي. لا القضيه ديال الهجوم. شوف القضيه ديال الهجوم على اسعد الشرعي. شوف الاسماء اسمع صولو الاسماء التي هاجمت اسعد الشرعي. كنت لك على الاسماء يعني الشخصيات اللي هاجمت اسعد الشرعي في التيك توك اثنين: سعيده برنوس والراي المغربي. فهمنا؟ والراي المغربي وياسير راه مازال ما هجمش على اسعد الشرعي. انا راه باقي منبطح والله باقي ما تقعدت قسما بالله والله باقي ما هجمت هذا السي سعيد. انا كنقولها. انا عارف شنو كاين. مازال ما كاينش هجوم على اسعد الشرعي. لا حتى كمال ما هجمش. كمال انا شوف انا اسعد الشرعي دايرو قبالتي. انت هادو مسوقيش لاسعد الشرعي. هادو مازال ما دخلوش في المعمعه. انا دايرو انا اللي داير اسعد الشرعي. هو سماكم. نعم اسمح لي ابرنوس نعرفوا الموقف تاعك. انت نعرفوا الموقف تاعك. كولايور ياسر انت من اكبر السببين للجزائر وخبرانات وصوالح ومنا. الحمد لله عشنا وشفنا اجنبي يمني في بلادك يطلع لك في المنصه يقول لك اخان، يقول لك انت خريج المدرسه تاعي في التيك توك، انا من صنعتك. وانت اليوم تعاود تطلع عندنا وتقول لنا مرحبا وفوق راسي. ما تعاودش تخرج فينا عينيك وتحكي كبر. لا غير بلاتي غير في اسعد الشرعي خريج المدرسه التيك توكيه الاسعديه وخلاص. ما تجاوزش الاستاذ تاعك تبع اللايف تاعو وقاعد غير بشويه غير حبس اخان
هي هدية من الهدايا التي تنزل على أسعد الشرعي عندما يكون في اللايف. أما أسعد الشرعي باش يبدا ينسبها ليا، إخان لم تكن أبدا في يوم من الأيام كلمة يمنية، هي أمازيغية، وهي هدية أعطاها الأمازيغ لأسعد الشرعي في منصته وأينما كان ولأتباعه الجدد. أي باش تكون عارف كلمة إخان أمازيغية وليست يمنية، باش نكونوا واضحين في هذه القضية. أما العبد المذنب أتحدى معروفة باللي يعني اسمع معروفة باللي الكلمة مغربية مغربية وردت عليكم. واسمع اش ردت علينا. اسمع الله يهديك. أنا أتحداك وأتحدى أكبر شنب فيكم أن ياسر يسب الشعب الجزائري أو سب في يوم من الأيام امرأة جزائرية، والعالم التيكتوكي يشهد بأنني لم أستطع أن أجاري شخصا أراد أن يجرني من المستنقع الدعارة في المغرب والدعارة في الجزائر. إذن هذه مردودة عليك. أما المشكلة ماشي في أسعد، المشكلة عرفتي فين كاينة؟ المشكلة أننا مطبعين وخرجنا بمليونية إلى الشوارع نصرة لإخواننا في غزة، وأنتم مع غزة ظالمة أو مظلومة لم تستطيعوا الخروج، لأن النظام اللي كيعايروا ياسر نظام صهيوني لا يناصر غزة. ونزيدك عليها حاجة، هي صح. البوارج التي ذهبت جاوبك على المسيرة المليونية. خليني نكمل وجاوبني. هدف المغرب سجل هدف. البوارج التي ذهبت لدك غزة مرت من المياه الدولية عندما كانت بمحاذاة المغرب، وعندما دخلت إلى الجزائر مرت من المياه الإقليمية، يعني بترخيص من الجزائر. نزيدك عليها أخرى، الطائرات التي وجهت إلى مطار العريش لم يسمح لها بأن تمر في الأجواء الجزائرية، وهي موجهة لمساعدة غزة. إذن أنتم سمحتم لبارجة حربية أن تمر في مياه الإقليمية ديالكم لدك غزة، ولم تسمحوا بطائرات مغربية أن تمر في أجوائكم لمساندة غزة. قيدها مزيان وجاوبني عليها. هيا راح نجاوبك بسم الله. اسمع الرد تاعي. اولا المسيره اللي راك تقول عليها مليونيه اللي خرجت في المغرب نصره للمغرب، اولا هذيك المسيره كانت فاشله بكل مقاييس. قول لي علاش صوني، قول لي علاش ما كانت فاشله هذيك المسيره. كانت الشمس. خليني يا ما قاطعتكش. واخا اسمح لي. ما قاطعتكش خليني نجاوبك. هذيك المسيره خرجت ضد قرارات الملك. اسمع لي، ديك المسيره خرجت ضد قرارات الملك. هل الملك نصر الشعب تاعو؟ الشعب نهار اللي خرج المغربي هذا كنسميه حر. خليني نهضر، لا ما تقاطعنيش برنوس حبس. الشعب نهار اللي خرج قال كلمته وداروها لافتات كبيره، ونتحداك طلع الفيديو كتبوا التطبيع خيانه، ونحن لسنا مطبعين وكتبوها بالبند العريض تطبيع خيانه. اذا المطالب قبل ما تكون لغزه ونصره غزه كانت للملك نفسه امير البلاد، لا للخيانه. الشعب راه يقول له لا للخيانه. كان من المفروض ان الملك ينصر شعبه قبل ان الشعب ينصر شعب غزه. فهمت؟ الملك هو اللي ينصر شعبه. وهذيك الملك نعتبر هذيك المسيره نعتبرها باللي خرجت ضد الملك. ما بلاتي صولو بلاتي نشرح لك دابا، لانك انت يبدو ان فيك شويه، عندك شويه تاع العقل. انت ماشي بحال الاخرين اللي مساليين، انت مازال كتامل ان عندك شويه ديال العقل. واسمعني نقول لك، يجب ان تعرف وانت الذي لا يعرف مزيان المغرب ان ثمه في هذا المغرب هذا السعيد بزاف نتاع الاطياف وبزاف نتاع التنظيمات ياك مختلفه، تيارات سياسيه يساريه، تيارات اسلاميه، وما الى ذلك ياك. منهم جماعه واحد الحزب ضد التطبيع من الاول كيقول لك حنا ضد ان يطبع المغرب. اسمع، احنا راه عندنا دوله فيها اللي كيقول ضد راه عايش، واللي مع عايش، وكل شيء كيهضر، وكل شيء كيقول لك الشيء اللي بغى. حنا دوله عندنا مؤسسه وعندنا حريه، ماشي بحال واحد البلاد سادين على الناس ما يخرجوش كاع. اذا
كاينه واحد الجماعه بغيت نسميها لك نسميها لك، وكاين واحد الحزب بغيت نسميه لك نسميه لك، هادو ضد تطبيع دوفيس من الاول. وكاين واحد الحزب اخر سميتو العداله والتنميه، كان في الحكومه وهو من هو الامين العام نتاعو ملي كان رئيس الحكومه وقع داكشي نتاع التطبيع، وملي فشل في الانتخابات بغى يرقع البكاره نتاعو، بغى يعاود يرجع للساحه فتنكر. واسمعني يا سولو نقريك شويه نتاع السياسه في المغرب، اسمعني. بغى يرقع البكاره نتاعو، لا شبعت منها شبعت. فملي بغى يلقى هذه فرصه باش يعاود يرجع للساحه ويبني واحد، يعتقد انه غادي يبني واحد الشعبيه بناء على هذا الموقف نتاعو ديال التطبيع، وبالتالي يعني تنكر لما قام به حين كان في الحكومه. هادو يمارسون السياسه بشكل واضح في المغرب، ويمارسون حقهم في التعبير في المغرب. اما باقي المواطنين راه ما كانت عندهم لافته، جايبين بحال هادو الرايات نتاع فلسطين وخارجين على بعد 500 متر كيلومتر ونص، فيها اطياف من المجتمع العادي والشعب العادي. انا لو كنت في الرباط في ذاك المسيره غادي ندخل، رغم اني كنشوف ان القياده اللي كاينه لقدام فيها النهج الديمقراطي اللي ما كنتفاهمش معاه، فيها الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي ما كنتفاهمش معاه على المستوى السياسي، فيها العدل والاحسان، وفيها العداله والتنميه. هادو ما كنتفاهمش معاهم انا سياسيين، وبالتالي ما غنكونش معاهم لقدام حدا الرايه، ولكن غنكون لور مع الشعب. انا حتى انا اتضامن مع غزه. هذا الشيء ما غاديش تقدر تفهموا يا سولو، لانكم ما خلاوكمش تخرجوا، واللي خرج تعتقل، اللي خرج تعتقل. ومن لم يعتقل قالوا، واسمعني، من لم يعتقل قالوا له سب المخزن المغربي، فراحوا يرفعون شعار يا مخزن يا جبان يا عامل الامريكان. راه داك الشيء اللي وقع عندكم خصكم تحشموا، تطلعوا تناقشوا المغاربه في هذا الشيء، خصكم تحشموا. لا 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 برنوس بالعكس كيف احنا نحشموا باش نناقشوكم في هذا الامر؟ نورمالمون انت اللي تحشم، راك تقلب لي رول على اللي قلت لك وجاك صحيح. علاش نحشم؟ انا خرج حزب معارض للتطبيع، خرج حزب مع التطبيع، خرجوا المغاربه، انتم ما خرجتوش يا صاحبي، وخرجوا الاول عاد نتساووا. ديك الساعه معليش ملي تخرجوا انتم 1 مليون واحد في الجزائر العاصمه، ديك الساعه نكونوا متساويين. عاد اجوا هضروا معنا. السجن تاع عندكم دفاع مشترك مع اسرائيل. عندكم دفاع مشترك مع اسرائيل. عندكم دفاع مشترك مع اسرائيل، اتفاقيه دفاع مشترك. راح ما كاينش دفاع مشترك مع اسرائيل، ما كاينش والله ما كاين. اقسم بالله غير كاين، اقسم بالله ما كاين. اقسم بالله غير كاين. واخرجوا للشارع. دابا شدكم انتم المغاربه صاحبي، خرجوا للشارع الاول عاد اجيو تهضروا. خلينا دابا علاش راك تهرب؟ علاش راك تهربوا من النقاش؟ علاش؟ خليو الشعب الجزائري يمشي يحكي صاحبي. خليني نجاوبوا. كيفاش خليني نطيح الباطل باش تهرب من الموضوع؟ الموضوع هو علاش الجزائريين ما بغاوش يخرجوا، ما بغاش النظام يخليهم يحتجوا. جاوبني على هذا السؤال. راح نجاوبك على السؤال. لا ما تحددنيش، ما تحطنيش في زاويه مغلقه وتقول لي جاوبني على هذا السؤال. انت طلعتي دخلتي في اسعد ودخلتي وناقشتي وخليتك، هضرتي على المغرب والمظاهرات المغرب خليتك، ودرتي فاش ما بغيتي خليتك. اللي فهمتك من انا فهمتك، واللي فهمك ياسر فهمك. دابا عطينا انتوما علاش النظام نتاعكم ما خليتوش تخرجوا. خيل لكم انها اسمح لي. شوف عندكم جنون العظمه. تتخيلوا الله يحفظنا، شوف اللي مبلي بالحشيش الله يشافيه، تتخيلوا تهضروا من بعد قسمنا ظهورهم، حطناهم زمطناهم درنا لهم. هذاك مفعول الحشيش، هذاك ما عندك مزمط. كنت عاود تتفرج في اللايف يتفرجوا انسان عاقل يلقى بالانسان يهضر واحد يجاوب. ما عندك الموضوع ولا وحنا ما زمطنا حد. لا حنا خرجنا سجلنا هدف. خرجوا انتم سجلوا هدف يا صاحبي. خليني نجاوبك. راح دوكا دير قول انا نسجل لك اهداف. انت بلادك مطبعه. مستقبل وزير الدفاع الاسرائيلي اللي راهو اليوم يقتل في اطفال غزه مستقبله في الرباط. جاوبني على السؤال. لماذا النظام الجزائري المساند لفلسطين منع الجزائريين من الخروج؟ هذا هو السؤال. دير سالينا غتجاوب ما تجاوبش. رخص للبوارج البحرية التي ستذهب وتدك. وبالتي ياسر انا نشوف هذه الاول. الزاويه الثانيه خليها من بعد. دابا حتى جاوبنا على هذه ديك الساعه اعطيه الزاويه الثانيه. انا نحشروا في هذه الزاويه هذه. جاوب ولا نزل بحالك صافي. دينا سالينا.
لا انت عندك حجره روشي قدامك جزيره ما قدرتش ترجعها، تطلب من الجزائر ترجع بارجه تاع امريكا. لماذا منع النظام الجزائري شعبه الابي من التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ نجاوبك خويا، خليني نجاوبك ما تكوبينيش. ياسر بالك ما سمعش الجواب، قال لك البارجه الامريكيه. ياسر انت عندك جزيره يديتها لك اسبانيا بعيده عن رجعها الجزائري من الخروج للتضامن مع فلسطين. ما منعوا حتى واحد خويا الجزائري حر يخرج مظاهرات. انت ماكش تشوفها، انت ماكش حاب تشوفها. السلام عليكم. انت ماكش حاب تشوفها. كلمه برنوس سولو فشلت فشلا ذريعا. انا ابن عمي ما عندي ما ندير لك. سولو هاد القضيه واعره عندك ديال ما راكش تشوفها. والله مي واعره. اسمعني قلت لك والله غير هذاك مفعول الحشيش سيزول بزوال الوقت. على بالك جبر الخواطر هذا، تحس بانتصارات هكا وهميه هكا، انتصرت عليه انا بنت واعر، انت ما بنت والو خويا. أبرنوس بلادك مطبعه، وزير الدفاع تاع الكيان عندكم سفير، عندكم ملحق اسرائيلي في وسط الرباط. منع النظام الجزائري الشعب الجزائري من الخروج؟ لماذا اعتقل بعض الشخصيات التي خرجت للاحتجاج؟ لماذا خرج الامين العام السابق لمجتمع السلم بالتنديد بهذا المنع؟ لماذا خرج اكبر شيات للجزائر وهو بن ستيرا يتهكم على الجزائر التي الدوله الوحيده التي منعت شعبها من التضامن مع فلسطين؟ لماذا وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب؟ لماذا الملحق العسكري متواجد؟ ولماذا إخواني الجزائريين، ها هو السيد فشل فشلا ذريعا في أن يجد جوابا مقنعا لكم قبل أن يقنع سعيد برنوس أو ياسين أو الإخوة المغاربة. خي ياسين مرحبا. السلام عليكم. اسمع لا يا خير رضوان. السلام عليكم. تفضل خي ياسين تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عمي يا برنوس لاباس برنوس؟ الله يحفظك الله ياسين، الله يكبر بك الغزال. اللهم امين. هذا ياسر قول لي برك المياه الاقليميه شحال فيها المياه الاقليميه؟ لا جاوبني على السؤال الاول. عاد نمشيو للمياه الاقليميه، دابا خليونا في البر، عاد نمشيو للبحر. وشنو هو السؤال الاول؟ علاش لماذا منع النظام الجزائري الشعب الجزائري من الخروج في البر ليتضامن مع فلسطين؟ كذبوا عليك خرجوا الناس وعادي نورمال. لا كذبوا عليك يا برنوس. اللي قال لك هكذا كذب عليك او يطنز عليك. ياسر خرجوا يحتجون ضد المغرب. راه شفناهم. شوف ياسين شفناهم خرجوا ولكن ضد المغرب ماشي لنصرة فلسطين. هذا الشيء اللي شفنا. والله ما يخرج ضد المغرب. والله الا كاين الفيديو موجود، كاين الفيديو. المخزن هو المغرب. انت عندك ضد المخزن ماشي ضد المخزن. يلا يا سيدي المخزن ماشي هو المغرب، ضد المخزن. وما علاقة المخزن؟ وانتم فاش تنصروا فلسطين خرجتوا تعايروا في المخزن. حتى انت راك ضد الكابرانات. ضد الكابرانات. وانا ضد. سمعتي شي مغربي؟ سمعتي شي مغربي في شي مظاهرة كيتكلم على الكابرانات؟ سمعتي شي مغربي مظاهرات نتوما ديروا سمعتي شي مغربي؟ قولي برك المياه الاقليم. حسن خليني بلاتي خليك في البر بلاتي والله ما تحرك. بلاتي راه المياه الاقليميه باقي ما بغاش عزيز يدوز للشق الثاني دابا. لا الاول ما يعرفش. انا ما نعرفش نعوم. انا والله ما نعرف نعوم بلاتي. ياسر يعرف ياسر. ياسر عوام. المياه الاقليميه البوارج جزء المياه الاقليميه الجزائريه. انا والله ما نسمع معاك المياه الاقليميه. تعطيني سعيد. ياسين روح حوس عليها في جوجل. لا هي كانت عندي في الكونت الاخر، هي لقيتها. هذا نعم سيدي ليك عبد الرزاق مقري من الناس المحترمه جدا في الجزائر، حزب مخزني جزائري يعني تتابع للنظام الجزائري، ماشي اونتي سيستيم ولا اونتي، ماشي بحال علي بالحاج. هذا حزب معترف به مزيان كذا. هذا مقري يا اما هو اللي كيكذب يا اما انت اللي كتكذب. واحد فيكم كيكذب. بالله عليكم قولوا لنا لماذا منعتمونا من المسيرة اللي حاولنا نقوم بها اليوم في الجزائر العاصمة؟ جزائريون من كل أنحاء العاصمة حاولوا يجتمعوا للتعبير جماعيا ضد هذه المجازر الخطيرة الكبيرة العظيمة اللي يخطفوها الصهاينة ضد خوتنا في غزة. اليوم الآلاف يقتلون، الأطفال والنساء والمرضى يقتلون. المياه الاقليميه. احنا ما عندناش آدمية.
احنا ما عندناش مشاعر، احنا نختلف على الشعوب العربيه والاسلاميه الاخرى اللي راهي خرجت اليوم لا في سي مقري، الشوارع في كل لا سي مقري، أنا أعترف أنكم لا تختلفون على باقي الشعوب، ولكن نظامكم يختلف على باقي الأنظمة. الشعب الجزائري شعب يتضامن مع فلسطين بحال باقي الشعوب، ولكن عندكم واحد النظام اخر. النظام ديالكم هكا داير، اش غدير اخاي؟ اصبر مسكين، اصبر زيد ياسر. المسيره اللي قالها ترخيص. خلينا من الدوزيام تليفون بلا دوزيام تليفون ما تقدرش تهدر. لا دابا شكون كذاب؟ دابا بلاتي شكون اللي كذب؟ واش انت ولا مقري؟ جاوبني على السؤال. انا مازال ما هدرتش باش نكذب. لا، لان شوف واحد فيكم كذاب. دابا قول لي شكون كذاب. انا مازال ما هدرتش، خليني نهدر وما جاوبني على هذا السؤال الاول. انت قلتي ما خرج. شوف انت قلتي ما كاينش منع. اصبر انا جبت لك رئيس حزب كيقول كاين منع. رئيس حزب يمثل نفسه، انا نقول لك ما كاش منع، انا خرجت وما كاش لي منع. هذا يمثل من نفسه. انت تمثل الشعب، انت تمثل النظام. هذا يمثل نفسه اللي عنده حزب وعنده قواعد وعنده مناضلين وعنده كتابات اقليميه، كتابات ولائيه. هذا يمثل نفسه. وانت في التيك توك تمثل الشعب الجزائري. اسمع هذاك رئيس حزب ما يمثلش النظام. هذه باش ديرها معلومه لراسك، تبارك عندك خلط في المفاهيم. هذاك رئيس حزب ما يمثلش النظام. هذه الاولى. هذا كيتشكل من النظام. قال لك لماذا منعتمونا؟ خليني برك نكمل كما قال. خليني نكمل. سير المسيره اللي قالها ترخيص في الجزائر، في فرنسا، في انجلترا، في الهند، اللي قالها ترخيص وعندها مسار يعطيك لوتوريزاسيون. قالها هي المسيره وين تمشي، تروح للمركز الفلاني من طريق فلاني الى طريق فلاني ولا لا بلاصات فلانيه، تخرج عليها يصرى القمع. هذا هو الشيء اللي صرا. انتم جبتوا فيديوهات، الناس خرجت على المسار، حابه تمشي من راسها، خرجت على مسار يردوه. خليني نكمل. اصبر. هذه صاريه في كل عواصم العالم. عندك مام في المغرب تدي مسيره في البلاصه الفلانيه، عندك مسار ما تخرجش عليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه سي خونا المياه الاقليميه، والله ما لا بلاتي مازال وصلنا. وبلاتي خليك في البر. بلاتي نكمل المداخله. والله ما تكمل بالله. بلاتي خليك معايا في البر. خليني نكمل. والله ما تكمل بالله. خليك معايا في البر. بلاتي الله يهديك. انا تسالي معايا في هذه. ما تقدرش تخليني نهضر، ما تقدرش. لا يا سي ما نخليكش تهضر. والله ما نخليك بالله. خليك معايا في البر. اسمع، انا ما قلتلكش لماذا تم اعتقال الناس رغم أنك تتهم الشعب الجزائري بأنه شعب غير متحضر خرج عن المسارات المرسومة عكس باقي الشعوب، ومنها الشعب المغربي الذي لم يخرج عن أي مسار ولم يقنع. صارت في فرنسا. وإذا الشعب الجزائري بحال فرنسا، ولكن ماشي بحال شتي الشعب الجزائري هو كيتهمكم بأنكم غير متحضرين وانتم اللي خرجتم من المسار. ما علينا. نرجعوا دابا لهذا. شوف يا بلاتي انا ما كنتكلمش على ان واحد خرج من المسار وتعتقل، انا كنتكلم على المنع. اسمع موجه للسلطات الجزائريه، بالله عليكم قولوا لنا لماذا منعتمونا من المسيره اللي حاولنا نقوم بها اليوم في الجزائر العاصمه. جزائري قرآن. الله يبارك، جبت لي قرآن. قرآن. السي مقري، هذا السيد هذا كيكذب حزب السلم وكيقول بانك كذاب. يلا دوز دابا الاقليميه. يلا انت ياسر الله يعاونك. نورمال نكذب على واش عم بالك؟ راني في الاخر نكذب وعادي نورمال. واش راه المشكل؟ المياه الاقليميه ياسر هي 12 ميل اللي هي 12 ميل بحري اللي هي 22 كيلومتر. هذيك هي المياه الاقليميه. كاين ليسباس اللي كاين بين فرنسا والجزائر كاينه 300 كيلومتر. يخلي كاع 300 كيلومتر يجي 22 كيلومتر. انت جيب لنا مصدر، جيب حاجه موثوقه اللي تسند عليها. خليني نكمل برك ونكمل وجاوبني ياسر. كيكون عندك مصدر تطلع بمصدر هاي وزاره الفلانيه اللي قالت، ولا مانيش عارف انايا وزاره الخارجيه، ولا بيان حاجه هكذا تكون مرسمه باش تعطي مصداقيه لروحك، ماشي ليا، تعطي مصداقيه لروحك. بالمقابل مضيق جبل طارق فيه 12 كيلومتر. البوارج هذه دخلت على مضيق جبل طارق، واش معناتها تدخل في المياه الاقليميه المغربيه. هذا الشيء تحسب عليك ماشي عليا، اسمح لي، هذاك غلط في لادريس. تخيل هذاك دخول المياه الاقليميه المغربيه.
باسكو كاين 12 كيلومتر، فهمت ياسر؟ بينما فهمت. باقي شي حاجه غادي تشرحها دابا فهمناك 300 كيلومتر. اوكي يلا خليني نجاوب. بمعنى انا كتقول علي انت مطبع وكتقول عندي اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، يعني الا دازت البارجه من المياه الاقليميه، شتي ديك البارجه دوز كاع من فوق تطوان، تدخل في تطوان وتم غاديه من تطوان للعرايش وتضرب دوره وسط البر وترجع للمياه. حسب ما تقول انت احنا مطبعين وعندنا اتفاقيات مع اسرائيل، ياك انت تقر بها. اذا هذا لا يعيبنا حسب ما تقول انت. اما انت هو الدولة الرائدة في شعار فلسطين ظالمة ومظلومة. لماذا تركت تلك البارجة تمر لا من الإقليمية ولا من الدولية؟ انت عندك غواصات وعندك قوة لنصرة فلسطين، لماذا تركتها تمر وتنظرون إلى البوارج تمر؟ علاش؟ أين النخوة ديالكم؟ أين الأسلحة ديالكم؟ أين القوة الضاربة ديالكم؟ راه الوضع الجغرافي يهينكم مع المغرب، يهينكم، تهانون. عندكم الغواصات، عندكم الراجمات، عندكم الاس 400 الاس 500 الاس 500، عندكم كاع هادشي انا ما كنفهمش فيه، راه حفظنا الاسلحه غير منكم انتوما. اذا اين هي؟ لماذا لم تقولون سنعترض اي بارجه ستتوجه الى يافا او الى غزه او الى كذا؟ ما تقدروش. نقدر نجاوبك. اللي يهضر معاكم لا غير بلاتي اللي يهضر معاكم تقولوا له كذاب. كاع الناس كذابين. وتعطاك الدليل برئيس حزب رديتيه كذاب. شتي والله لو اعطيناك تبون يتكلم غادي تقول كذاب، لان الواقع هو هذا. علي بن الحاج خرج يبكي بالدموع، تا هو كذاب. الشعب الجزائري في المواقع يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تا هو كذاب. الطائرة المغربية حتى في الجو التي متجهة إلى العريش بمصر لم تفتح لها الأجواء. كان عليكم كما قلتوا هالمساعدات في الزلزال، كان عليكم تخرجوا وتقولوا أجواؤنا مفتوحة في وجه أي مساعدة مغربية إلى غزة، لأن المغرب غادي يدي المساعدات، ممكن تفتحوا الأجواء، ولكن انتم فتحتوا الأجواء ملي كاين الزلزال، وكأن المغاربة سيغادرون أرض المغرب. مقلوبة لكم البرادة شريف، وغيمشيو الجزائر ويرجعوا لمراكش. شكرا. شوف ياسر، كيف رانا ندورو في حلقه مفرغه. قلت لك جيب لي الدليل، راك تقول مروا. جيب دليل. انا هنا جيب لي دليل ندد السلطات اللي منين دازت البارجه؟ منين باقي نكمل. ما قاطعتكش. اللي قال لك البوارج جازوا على المياه الاقليميه يعطيك الدليل. هذا اللي قال لك روح ليه يعطيك الدليل. وانا هنا ياسين ندد كمواطن جزائري بسيط نقول هذا عيب وعار. بصح بالمقابل انت اللي كل شيء يثبت، جغرافيا هي اللي تثبت. عندي دليل هي اللي جغرافيا 12 كيلومتر اللي جازوا البوارج البحريه. ما تقدرش تهدر وتقول الدوله تاعك ان هذا منكر. والمسيرات اللي تاوعك اللي درتوهم وانا نفتخر بهم، تضربوا كاع بالزيرو بعبور البارجات هذوما. المظاهرات هذه ضربت كاع في لانكم الى تضربوا هذو تاع غزه مساكن، الى ضربوا من البارجات هذه تتحمل المسؤوليه الحكومه المغربيه، لانها سمحت بمرور البوارج وفي عندهم يد في الدم الفلسطيني. هذه هي دابا البارجه اخي ياسين، انا اللي فهمت ان البارجه الامريكيه جات للمغرب، دازت في جبل طارق، وبالمناسبه راه تما مياه اقليميه نتاع اسبانيا وتما مياه اقليميه نتاع بريطانيا، ياك لصقتوها لينا حنا. ملي وصلت المياه الاقليميه ديال الجزائر طارت، تهزات
ذاك البارجه دارت الجناوح وطارت على الجزائر، على ذاك المياه الاقليميه، ونزلت في تونس. حنا عندنا مياه دوليه، نتوما ما عندكمش مياه دوليه بين اسبانيا والمغرب. ما كاينش مياه دوليه، حنا عندنا مياه، ما كاينش مياه اقليميه تاع اسبانيا، حنا مطبعين. ما كاينش مياه اقليميه تاع اسبانيا، ما كاينش مياه اقليميه تاع اسبانيا تما. 12 كيلومتر مياه اقليميه، 12 كيلومتر ديستوي شنو المياه الدوليه عندكم؟ 12 كيلومتر. ما دازتش في المياه نتاع اسبانيا، دازت في المياه نتاعنا. جات الجزائر وهي تضرب دور الطليان. لا خليها 300 كيلومتر جات للجزائر، و12 كيلومتر تجي الاخر. السياسيين السياسيين شوف، اسمعني السياسيين، رانا جاوبتك. وغير بلاتي انا جاوبتك. انا ما تلومنيش حيت انت كتشوفني انا مطبع. ما تبقاش تقول لي انا علاش دازو عندك. انا دوزتهم، انا قبلتها، انا دوزتهم، انا مطبع. اسمع ولا ما بغيتش ندد. شوف اسمعني نهضر معاك بصيغه اخرى. حنا مطبعين، حنا دايرين اتفاقيات، حنا دايرين كلشي. انا لا حنا خايبين، حنا ما نسواوش، احنا ما نسواو وما نصلحوا. حنا متصاينين. اسعد الشرعي عنده الحق، خذوه. ولكن هضر لي عليكم انتوما اللي ماشي مطبعين، وانتوما الذي تنصرون فلسطين ظالمه او مظلومه. علاش دازت البارجه من قدامكم وخليتوها تمشي؟ سالينا الموضوع، شدوا عليا. انا نقول لك البارجه جازت على باب دارنا. جيب الدليل. هذا كلام تاع صافي. اذا دابا اقتنعت انا بان البارجه الامريكيه هي ماشي كاين البر مائي، هذا الماء جوي. هي مائيه جويه، يعني سرعان ما تجاوزت طلعت للسماء ومشات. دابا اقتنعت ان البوارج تطير. صافي. شوف ياسين، اقسم بالله شتي هذا ابرنوس الله يف عنده مغاير كيقنعك بشي حاجه اللي هي لا يمكن ان يقتنع بها البشر. قنعني في واحد الله بانني اتكلم مع فيل. اقسم بالله ياسين سير دابا في اللايف ديالو اقتنعت بان البوارج تطير عادي جدا. لا تطير.